في الجزء الثالث من أسطورة هيون سوك، الأمور بتخرج عن السيطرة، من مهمة الطبخ مع كلب مجنون إلى معارك دامية وسط الشياطين والجزارين. ومع كل عضة وكل عظمة، البطل بيقترب من حلمه المستحيل في عالم لا يرحم الضعفاء. اربطوا الأحزمة واستعدوا لجنون جديد. ويقول هيون سوك هذه المرة إنها مهمة تستحق 200. أولاً، كنت رئيس العبيد، والآن علي أن أكسب ود كلب القائدة. مهلا أيها الإنسان. ثم يقول: تشرفت بلقائك، أنا هيون سوك. أين كبار المسؤولين الآخرين؟ ويقول له: لا يوجد أحد، كلهم ماتوا، لذا بدءا من اليوم سنقوم بتحضير وجبات السيد بوبو معا. ويقول: هل هذا كل شيء؟ ويقول: نعم، إذا فهمت توجه إلي المطبخ علي الفور. أيها العفريت المجنون، ماذا تفعل بحق الجحيم؟ ويقول له: أصمت أيها الإنسان، واحد منا سوف يموت، علي أي حال. ويقول له: إذا كان هذا هو الأمر، إذن أنت من سيموت أيها الأحمق. تفضل بوبو. ويكلم نفسه: إنه يأكله جيدا. وفجأة كلب يهاجم راحيل. راحيل يقول: هذا كثير جدلا، ألا تعتقد ذلك؟ انقذني أرجوك. ويقول له: انتظري قليلا، أنا أبحث عن أي شيء في المتجر. عظمة كبيرة جدا يمكن أن تجذب الوحوش الكلبية، ممكن ينفع. بوبو، أنت تريد هذا أليس كذلك؟ اذهب واحضرها. ويقول رحيل: ألم يكن بإمكانك العثور عليه قبل ذلك بقليل؟ ويقول: كل هذا بفضلي، الآن بهذا المعدل ينبغي أن أنتهي من هذه المهمة. يبدو أن العظم لم يكن كافي بالنسبة له. هل يجب أن أذهب للبحث عن بعض اللحوم الطازجة؟ فكر يا هيون سوك، إذا كنت لا أريد أن تؤكل، فكر في بعض الكلمات السحرية لتهدئة جرو غاضب. اهربي مهلا. هل يمكن أن يكون هذا هو الأمر؟ أين المطبخ؟ بوبو، هل تعرف مكان المطبخ؟ ويبحث راحيل فوق. ماذا عن أن نسأل هذا العفريت؟ عذرا، ولكن هل يمكنني أن أسأل عن شيء؟ ويكلم نفسه: لماذا يوجد إنسان هنا؟ ويقول: هيون سوك، إنه الوقت المناسب لتمشية بوبو. ويقول: ولكن ما علاقة ذلك الإنسان ببوبو؟ ويقول هيون سوك: ابتداء من اليوم سأقوم برعاية بوبو. بالمناسبة، هل تعرف أين يقع المطبخ؟ في هذا الطريق، سلام. ويقول راحيل: لماذا هذا الشخص خائف جدا؟ ويقول هيون سوك: علي أي حال. هل الأمر يتعلق فقط بإخراج اللحوم من المطبخ ثم سننتهي هكذا؟ ويا قول رحيل، هذا مضحك، ولكن أنت لا تخطط لقضاء حياتك كلها في تنظيف الفوضى، أليس كذلك؟ ما هذا الهراء الذي تتحدثين عنه؟ لدي حلم بأنني سألتقي بامرأة نبيلة شقراء وأتزوجها. أيها الكلب الصغير، أين اختفيت؟ أي نوع من الكلاب تحدث كل هذه المشاكل عندما أدير بصري من عليها؟ يا أبطل، هناك. عزيزتي صغيرتي عادت، كنت قلقا جدا عليك. القائد ريجز مات. من فعلا؟ يبدو أن الكلب مشاكل صحيح. هل سنموت هكذا يا أبطل؟ ويقول له: إخراسي، مهلا، نهاية مسدود. رفاق. سأقطع البشريين وكلب. يقول هيون سوك: هل تعرفون من هذا كلب معي؟ هذا وحش حقا؟ إنه الكلب بوبو. أقلت بوبو، الوحش الذي ربي بواسطة القائد هيمس؟ هذا مستحيل، لابد أنها خدعة بشرية، لكن إذا كان ذلك حقيقا فسوف... يقول هيون سوك: التفكر في أننا لا نؤمن ببوبو كبوبو. يلا بؤس. ماذا يعني هذا؟ تفعيل نمط الشر. كلب من غير كمامته مخيف للغاية. ويقول هيون سوك: أما زال هناك شيطان يريد أن يؤكل. نحن آسفون يا بوبو، لم نكن نتذكرك. ويقول النافذة بحصوره الطاغي: نال احترام. هذا رائع.
وفجأة يأتي سيده. كنت أتساءل لما هذه الضجة؟ وفي مكتب هيس: لقد نجوت من خلال بيعي أنا وبوبو، أليس كذلك؟ ويقول: أنا آسف، ارتكبت خطيئة مميتة. يا إلهي، ما قلته للتو كانت مزحة. أنت تصرفت كبشري إلي حدا ما. جميل جدا أن أري نجاحك عكس هؤلاء هناك. علاوة علي ذلك، فأنت تتمتع بشجاعة لا مثيل لها في أي إنسان عادي. كان ملك جيشنا الشيطاني اتجه إصلاح كل شيء بواسطة القوة الغاشمة، ولكن صراع شديد بسبب هذا. ويقول هيون سوك: ماذا قلت؟ لم أفهم. ويقول له: ستعرف هذا قريبا جدا، لذلك كنت أتساءل ماذا عنك؟ أتريد أن تصبح منقذ؟ ماذا يعني هذا؟ بالطبع، لكن هذا سيكون كثير جدا عليك، لكني لا أستطيع السماح لك بمواصلة استخدام اسمي واسم بوبو. لكن في جيش ملك الشياطين يوجد نظام يسمي المباراة الحاسمة، والذي يتيح لك انتزاع رتبة شخص آخر. ولكن في وقت الحالي سأقوم بحمايتك بشكل رسمي لمدة شهر، ولكن مقابل ذلك عليك خوض مباراة مع شخص سأختاره خلال هذا الشهر والفوز بها، وكلما انتصرت سأزيد مدة حمايتي لك. وإذا استطعت أن تتسلق سلم الرتب وتوصل لقائد كتيبة، لربما سأعتني بك. ويقول: ماذا لو خسرت؟ ستندم علي بقاءك حيا بعد هذه المبارزة. يبدو أني سأودع البطل بعد شهر. أليس قدراتي هو أن أصبح أقوي محارب؟ ويقول رحيل: الموهبة ليس ضمانا للنجاح، بل فرصة لتحقيقه. ويقول: ما هذا؟ هل هذا هو المطبخ حقا؟ آسف على الإزعاج. ويقول الغول: إذن أنت الشخص الذي كان القائد يتحدث عنه؟ أنا القائد جراس. إذن ما سبب مجيئك؟ ويقول هيون سوك: أريد أن أجلب بعض الوجبات الخفيفة لبوبو. ويقول الغول: لكن للأسف لا يمكنني الموافقة، هيميس أمرنا بتركك وشأنك. ويقول هيون سوك: كيف يمكن ذلك؟ لو تريد اللحم حقا سيتوجب عليك أن تصطاد بنفسك كما يفعل هؤلاء. ويكلم نفسه: هل هؤلاء هم الطهاة حقا؟ هم مجرد جزارين، أليس كذلك؟ وإضافة إلى ذلك أبحث عن المكونات بنفسي. ماذا يعني هذا؟ في الغابة: أمسكوه، هذا الخنزير، أنا أموت، أحد ينقذني. ويقول هيون سوك: لا يمكنني تحديد من سيكون الوجبة. وتقول راحيل: ماذا نفعل أيها البطل؟ هل نهرب؟ ويقول: هل تقولين أنه علي مراوغتهم؟ ولكن إذا بقينا هكذا سأكون في خطر. علينا أن نأخذ خطوة لصالحنا أيها البشري. نعم، سأتقدم إلى الأمام. ويقول له: لا داعي لذلك، لأن الاصطياد الأول انتهى. تقرير: يا سيدي، 20 ماتوا وكثير من الجروح. ويكلم نفسه: بالمناسبة الخسائر كثيرة أيضا. ويقول جراس: جيد، ممتاز، خذ قسطا من الراحة، وبعدها سنجد الهدف التالي. ويقول هيون سوك: يا راحيل، قد فكرت بالأمر، لنلغي خطة الهروب. وتقول: ماذا؟ أتفكر جديا باصطياد الوحوش في هذه الساحة المزدحمة أيها البطل؟ ويقول: لا، لم أفكر بهذا؟ فقط فكري بهذا: الإحصائيات ترتفع بالفوز، صحيح؟ وهذا يعني أنك تريدين خبرة لتفوزي. ويقول: إذن كل خبرتك جاءت من سرقة الضربات الأخيرة فقط؟ وتقول: نعم، هذا صحيح، لكن هذه طريقة سهلة. ويقول: أشكرك على المعلومات، حسنا، لنعد. ويكلم نفسه: لو كان قائد الفيلق جادا، أريد إيجاد أي طريقة لأصبح قويا. القائد:
ويقول له: أوه يا بشري، اعتقدت أنك ستهرب، لكنك فاجأتني بوجودك هنا. ويقول هيون سوك: بالطبع لا، قد قررت الانضمام لجيش ملك الشياطين لأقاتل. ويقول: أيها البشري، ويكلم نفسه: هل أتماديت في المدح؟ عادة يسعد المأمور عند قول أشياء كهذه: بشري يقول شيئا جريئا جدا، إنه محبوب إلى حد ما. ويقول: ها كل الشكر لك أيها القائد العظيم المؤثر. ويقول القائد: عظيم جدا، سأدعوك تأخذ القيادة في مهمة الاصطياد القادمة. عادة لن نمنح هذا لشخص جديد، لكن أنت سأستثنيك هذه المرة. يا رئيس، كيف يمكن لشخص مثلي أن يقف أمام هذه الشياطين؟ إذا تولى إنسان القيادة فقد يشكو باقي طاقم المطبخ. يا رئيس، إنه هجوم وحش، هذا العواء من بين كل الأوقات قد أتى قطيع من الأورون. ويقول: هل هذا خطير؟ ويقول القائد: ليس تماما، لكن لحم الأورون ليس لذيذا جدا، ليس أمامنا خيار. يا رفاق، جهزوا معداتكم لنجرب طبق الأورون الجديد في قائمة الليلة. وتقول راحيل: يا بطل، خذ هذا أيضا. نافذة: ارتفعت الصحة والقوة قليلا، لا تتحمس كثيرا. وفجأة يضربها ويقول: لو كنت تملكين شيئا كهذا لكان عليك أن تعطيني إياه في وقت سابق. هيا بنا، الضربة القاضية سيكون من نصيبي. ويكلم نفسه: فكر جيدا، سيدة نبيلة بشعر ذهبي، وأطفال نشيطون كالأرانب، 5 أطفال فقط، لا أكثر ولا أقل. ثم يقفز هيون سوك ويقول: سأحمي ذلك بنفسي. نافذة: ارتفع المستوى، هزم الأورون. ويكلم نفسه: 4 مستويات من ضربة واحدة، بهذا المعدل سأصل للمستوى 20 اليوم. أخيرا سأصبح أقوى. يلا هول، زلت قدمي. الضربة القاضية، كل الضربات القاضية في العالم ملك لي. وبعد قليل: هل انتهى الأمر فعلا؟ ويقول له أحدهم: يا لها من تميمة قوية، يبدو أنهم قضوا على كل الوحوش. الآن انتهى كل شيء، حان وقت العودة. أحضروا لي شيئا أكبر. وفجأة يمسك القائد به ويقول: إلى ماذا تنظر؟ ويقول له: يا قائد، هل يجوز أكل طعام الجيش هكذا؟ ويقول: لأن لحم الوحوش يفسد بعد فترة، اللحم اللذيذ هو ما يجعل الحياة جميلة. ويكلم نفسه: أهذا كل ما تستحقه؟ تخاطر بحياتك من أجل شيء كهذا؟ ويقول: لذلك كل يا هيون سوك، لأنك قاتلت وعرضت حياتك للخطر. ويكلم نفسه: كل الذين عرضوا حياتهم للخطر في المطبخ يستحقون قطعة لحم نيئة فقط. ثم يأكل هيون اللحم ويكلم نفسه: بصراحة لو كان هذا في كوريا سيفجر بالتعليقات السلبية ويغلق المكان. يعرضون حياتهم للخطر مقابل قطعة لحم سيئة كهذه. ويقول هيون سوك: هل يمكنني عمل شيء له مذاق أكثر من هذا؟ ربما أسيطر على هؤلاء الشباب بكل ما أريد لو تمكنت من الفوز عليهم. ثم يفتح المتجر: البطل، سأستثمر كل نقاط المتبقى. نخلص الجزء الثالث من قصة البطل المجنون هيون سوك، من طهي وسط الشياطين لمعارك دموية عشان قطعة لحم، ومع كل لحظة بيقرب من حلمه إنه يصبح الأقوى. لكن قبل ما ننهي، اكتبوا لنا في التعليقات ما هي المهارة اللي استثمر فيها البطل. هل كانت مهارة قتال، طهي، ولا حاجة أغرب؟ استنوني غدا، لأن الجزء الرابع نازل وفيه نار وأسرار. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وفعل الجرس، لأن اللي جاي أقوى وأخطر من كل اللي فات.